السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد هنعمل فيه الغريبة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وإن شاء الله تعجبكم. هنعرف كل حاجة عنها ومقاديرها المظبوطة. بس الأول لو لسه مشتركتيش في القناة انزلي واشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة على طول. أول حاجة عندي مكوناتي. طبعا مكونات الغريبة ثابتة معانا: 500 جرام دقيق فاخر ما يعادل 4 كوبايات، 150 جرام من السكر البودرة، 300 جرام سمنة بدرجة حرارة الغرفة. أول حاجة هننزل بالسمنة وهنضربها بالمضرب الكهربي أو اليدوي، مفيش مشكلة، ودي خطوة مهمة جدا عشان السمنة بتاعتي هنا متجمدة، فهضربها تلين معايا وتنعم ويبقى قوامها كريمي. وبعد كده هنزل بالسكر البودرة، ودي تركة مهمة. تمام، اضربي كويس لحد اللون بتاعها ما يفتح معاكي وتكون قوام او قوامها كريمي. ليه ما ضفتش السكر الاول؟ لان ممكن السكر يعفر معايا الدنيا والسمنة متجمدة، لكن خلاص السمنة بتاعتي دابت معايا كده. ففي المرحلة دي خلاص هنزل بالسكر بتاعي وهضربهم مع بعض. شايفين قوامها بقى كريمي ازاي ولونها فتح معايا؟ خلاص هنزل بالسكر وهضربهم 12 دقيقة بالمضرب الكهربي. ممكن اضربهم بالمضرب اليدوي بس هيبقى فترة اطول او وقت اطول شوية، لكن هيديني نفس النتيجة. كل شوية اوقف المضرب الكهربي والم الجوانب عشان يديني القوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام كريمي وهش اشبه بالكريم شانتيه. بعد كده هنزل بالدقيق وعليه رشة الملح. واهم خطوة هي اني الم العجينة بايدي. الغريبة ما بتتعجنش، الغريبة بلمها بايديا، وحرارة ايدي هي اللي بتخلي العجينة تنعم معايا. زي ما انتوا شايفين انا كنت ضفت الدقيق، بس حابة اوريكم اهم خطوة، مش ان انا انزل بالدقيق وخلاص، لا، انا هلم العجينة وهاخد قطعة منها زي ما انتوا شايفين وهعملها بايدي ما بين ايديا، هدورها ما بين ايديا. لو لقيت فيها تشققات هرجع والم العجينة بايدي، واكرر الموضوع ده حوالي 3 مرات لحد ما العجينة بتاعتي ما يبقاش فيها اي تشققات زي ما انتوا شايفين. خلاص عجينتي تمام، هبتدي ان انا اشكلها، بس ممكن اريحها 10 دقايق مش اكتر، وهبتدي التشكيل فيها. ممكن تزينيها بأي مكسرات انت تحبيها. انا هنا هزينها بالفول السوداني زي ما كان امهاتنا بيعملوها لنا زمان. اشكل، هاخد قطعة من العجينة وهشكلها ما بين ايديا وهضغط عليها ضغطة بسيطة، وهضيف ليها او هزينها بالفول السوداني. ممكن تزينيها بالفستق او اللوز زي ما انت حابة، المكسرات اللي تحبيها. وممكن تضيفي لها اللولي اللي هو بيستخدم في التزيين. التزيين ده حسب رغبتك. عندي تركة مهمة جدا هتفرق قوي في تسوية الغريبة. بعد ما تخلصي تشكيل الصينية بتاعتك دخليها التلاجة دقيقتين. ده مش هيخليها تفرش معاكي جدا، بس لو ماشية على المقادير والوصفة بالظبط
مش هتفرش معاكي ولا هيحصل لها اي حاجة في الفرن. الفرن بتاعي هسخنه قبلها بربع ساعة على درجة حرارة هادية، وهدخلها تستوي معايا في الفرن، بتاخد من 15 ل20 دقيقة. والغريبة بتاعتي ما بتاخدش لون في الفرن. بطلعها بتحس كأنها مش مستوية، لكن هي بتبقى مستوية وجميلة. شايفين هنا استوت، دخلت الفرن وخرجت ما شاء الله، ما اتغيرتش، ما فرشتش، ما شققتش معايا، لأن الوصفة والمقادير مظبوطة. ما تحركهاش من الصينية غير لما تبرد نهائي. بعد كده ابتدي حركيها. هنا هفتح معاكم واحدة، شايفين هي قد ايه ناعمة، وطعمها بيدوب في البق دوب، ما شاء الله عليها. خلاص كانت بردت معايا، وابتديت ان انا اخرجها من الصواني بتاعتها. شايفين لونها وقوامها ما شاء الله عليها. ممكن بقى في الوقت دوت تحطيها في العلب اللي انتي هتخزنيها فيها. انا حبيت ان اوريكم شكلها عامل ازاي ولونها ما شاء الله عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك وسبسكرايب لقناتي، قناتي تايهة في المطبخ. وما تنسوش اخواتنا من الدعاء، اللهم انصرهم وسدد رميهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.